فيدا كانت في المدرسة واستأذنت المدرسة بتاعتها عشان تقوم تخش الحمام. لما دخلت الحمام كان في هناك واحدة بتظبط الميك اب بتاعها. هما ما يعرفوش بعض، بس فيدا كلمتها وقالت لها انت شكلك حلو كده ومش محتاجة ميك اب ولا حاجة. فجأة وهما بيتكلموا سمعوا صوت رصاص، حد ماسك مسدس وبيضرب بيه. اتخضوا جامد من الصوت ده وخدوا بعضهم ودخلوا يستخبوا في الحمام. لازم يطلعوا يقفوا فوق عشان رجليهم ما تبقاش باينة ومحدش يشوفهم. بس البنت اللي مع فيدا الجزمة بتاعتها بكعب عالي، فمش عارفة ان هي تطلع بيها ووقعت منها على الأرض. فيدا جابتها بسرعة وحطتها جوه التويليت عشان محدش يشوفهم. هما دلوقتي خايفين جامد عشان سامعين لسه في حد ماسك مسدس وماشي عمال بيموت في زمايلهم اللي موجودين في المدرسه. سمعوا ان في حد فتح باب الحمام وبقى قريب منهم قوي. حاولوا ان هم يكتموا نفسهم وما يطلعوش اي صوت عشان ما يسمعهمش، بس من الخوف اللي هم فيه صاحبتها وقعت الحلق بتاعها واللي موجود جنبهم سمعوا وقال لهم ما تخافوش، انا مستخبي زيكم اللي معاه مسدس وبيموت الناس. فيدا قالت له طب تعالى وخليك معانا عشان نبقى كلنا مع بعض في مكان واحد. عدى من الفتحة اللي موجودة تحت الباب وبقى عندهم، وكان التيشيرت بتاعه كله دم، وقال لهم ان اخوه اتضرب عليه نار ومات. بس خلاص دلوقتي البوليس وصل وسيطر على كل اللي بيحصل ده. فيدا دلوقتي موجودة في البيت وقاعدة مع ابوها وامها واختها الصغيرة، وكلهم قلقانين عليها لان لسه عندها صدمة من اللي حصل. بالليل كانت خايفة وعمالة تعيط ومش عارفة تنام، بس بصت على الموبايل بتاعها فلقت البنت اللي كانت مستخبية معاها عملت لها فولو على الانستجرام، وقعدوا يتكلموا مع بعض لغاية ما هديت شوية ونامت. الصبح صحيت من النوم مخضوضة ونفسيتها لسه تعبانة من اللي حصل. أمها دلوقتي خدتها معاها في العربية عشان توصلها تقعد مع صاحبها شوية. هي ليها واحد صاحبها اسمه نيك ده معاها في المدرسة وقريب منها قوي. قابلت صاحبها وقاعدين بيتكلموا سوا عن اللي حصل، لأن ساعتها نيك هو كمان كان موجود في المدرسة، وبيقول لها إن هو من ساعة اللي حصل ده مش قادر ينسى صوت الرصاص، والموضوع لسه مؤثر على نفسيته وعمال بيفكر فيه. فيدا دلوقتي موجودة في البيت وقاعدة بتتكلم مع ميا اللي هي كانت مستخبية معاها في الحمام ساعة اللي حصل، وميا بتقول لها تعالي اقعدي معايا شوية في البيت. وأمها وأختها قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون عشان الأخبار بتتكلم عن اللي حصل، وبيقولوا إن اللي عمل كده عنده 16 سنة واتقبض عليه خلاص، بس محدش يعرف تفاصيل أكتر من كده عنه. يعني إيه اللي خلاه يعمل كده أو جاب المسدس منين، محدش لسه فاهم أي حاجة. قالت لأمها إن هي هتمشي دلوقتي عشان هتقابل صاحبها نيك، بس الحقيقة إن هي هتقابل ميا ودلوقتي موجودة في البيت عندها، وميا كانت واقفة عند الباب ومستنياها إن هي تيجي. أول ما فيدا خبطت على الباب ميا عملت صوت برجليها كأنها بتمشي عشان ما يبانش يعني إن هي كانت واقفة ومستنياها. فتحت لها الباب ودخلتها، وفيدا بتقول لها ان البيت بتاعها شكله حلو. فميا قالت لها ان ابوها وامها فنانين وهم اللي عاملين شكل البيت الحلو ده، بس قالت لها ان هم على طول سايبينها قاعده لوحدها في البيت عشان الشغل بتاعها. وفيدا بتقول لها ان هي شافت الصور والفيديوهات بتاعتها على الانستجرام وان شكلها مختلف عن الحقيقه خالص. قالت لها فعلا انا شكلي بيكون مختلف. فيدا طلبت منها ان هي تيجي معاها بكره عشان يحضروا الجنازه بتاعت اخو كوينتين اللي هو كان مستخبي معاهم. اخوه مات ساعه اللي حصل. هم دلوقتي موجودين في الجنازه وبيتكلموا مع كوينتين، وكوينتين بيقول لهم شكرا ان انتوا جيتوا. فيدا شخصيتها اتاثرت باللي حصل وبقت قاعده على طول زعلانه وما بتكلمش حد، وشخصيتها ما كانتش كده خالص. هي كانت بتتكلم مع الناس وبتقعد تهزر مع العيله بتاعتها، لكن دلوقتي على طول قاعده لوحدها وبتبقى ساكته. ميا كلمتها وقالت لها تيجي تقعد معاها شويه. قاعدين هما الاتنين برضه ساكتين والمود بتاعهم مش حلو خالص. قاموا ياكلوا حاجه وقاعدين بيتكلموا وبيتعرفوا على بعض اكتر. فيدا بتقول لها ان هي بتحب ابوها وامها قوي، بس امها بتبقى قلقانه عليها طول الوقت، وده عكس ميا خالص. ابوها وامها سايبينها طول الوقت عشان الشغل بتاعهم، وطبعا الموضوع ده بيخليها تحس بالوحده وبتبقى قاعده زعلانه على طول. ميا كانت نايمه وفيدا قاعده جنبها، بس لما جت تمشي قالت لها خليكي قاعده معايا شويه ولما تلاقيني نمت خالص يبقى امشي. هي دلوقتي في الطريق مروحه للبيت، ونك صاحبها بيكلمها بيقول لها هو انت كنت فين طول اليوم؟ انا اتصلت بيكي وانت ما كنتيش بتردي على التليفون. فقالت له ان هي كانت قاعده مع ميا لان ميا بتبقى قاعده لوحدها وزهقانه، وهي كمان لقت نفسها زهقانه ومش عاوزه تقعد في البيت، ففضلت قاعده معاها طول اليوم. الصبح برضه صحت مخضوضه ولسه بيجي لها نفس الكوابيس. امها جت عندها الاوضه وبتتكلم معاها وبتقول لها ان هي بقالها اسبوعين قاعده في البيت وما بتروحش المدرسه، فبتسالها يعني ان هي لو هتروح المدرسه قريب. بس فيدا شكلها لسه خايفه ومش جاهزه ان هي تروح المدرسه دلوقتي. فيدا دلوقتي موجوده عند دكتوره نفسيه، امها هي اللي خلتها تروح لها عشان تطمن عليها. في الاول فيدا كانت قلقانه ومش راضيه تتكلم معاها عشان خايفه ان هي تروح تنقل الكلام اللي هتقوله لمامتها. قالت لها لا ما تخافيش خالص، انت كل اللي هتقوليه هنا انا مش هقوله لاي حد. بعد ما قالت لها كده اطمنت شويه وابتدت تتكلم معاها، والدكتوره بتحاول تفهم هو اللي حصل ده لسه مؤثر عليها جامد ولا ابتدت ان هي تنسى وتعيش حياتها تاني بشكل طبيعي. الدكتوره قالت لها خلاص احنا مش هنطول الجلسه اكتر من كده، اديكي شويه اسئله تجاوبي عليهم في البيت ولما تخلصي بيبعتهم لي على الايميل. كوينتين كلم فيدا وتقابلوا وقاعدين مع بعض، بس محدش فيهم بيتكلم، وكان شكله لسه زعلان وحالته مش كويسه بعد ما اخوه مات.
وهي كمان اتضايقت لما شافته زعلان كده، فقامت وخدته في حضنها. بالليل كانت قاعده بتتكلم مع ميا وبتقول لها ان امها عماله بتزن عليها في موضوع المدرسه ده، عاوزاها تروح المدرسه تاني، وسالت ميا اذا كانت هتروح المدرسه قريب، بس ميا قالت لها ان هي ما تعرفش هتروح المدرسه امتى. الصبح فيدا راحت المدرسه، ودلوقتي اول مره تدخل المدرسه من ساعه اللي حصل، وكانت عاوزه تخش الحمام بس خايفه عشان افتكرت الموقف الصعب اللي حصل لها جوه، وهي دلوقتي مزنوقه جامد ولازم تخش الحمام، بس الخوف اللي عندها خلاها مشيت، وقاعدة دلوقتي مش على بعضها خالص عشان خلاص ما بقتش قادرة وعاوزة تخش الحمام. خلصت المدرسة وطلعت تجري عشان تلحق توصل للبيت وتخش الحمام. هناك كان في واحد من اللي قاعدين معاها في المدرسة قدامه علبة كنز داس عليها، فالعلبة طلعت صوت جامد خلاها تتخض، ولما اتخضت عملت على نفسها عشان ما قدرتش بقى تسيطر اكتر من كده. هي دلوقتي متضايقة جامد من اللي حصل ومش عارفة بقى تمشي ازاي كده وتروح البيت بالمنظر اللي هي فيه ده. بالليل كانت قاعدة مع العيلة بتاعتها في البيت وزعلانة خالص وما بتتكلمش. الصبح نزلت راحت المدرسة، وقبل ما تيجي كانت شربت خمر جامد، ودلوقتي هي سكرانه وفي عالم تاني خالص، وقاعده بتعمل حاجات غريبه، كسرت القلم في بقها ومبهدله نفسها خالص. المدرسه بتاعتها اتخضت لما شافتها كده، وهي خدت بعضها ومشيت طلعت بره. نيك جه ولقاها واقعه على الارض، فخدها معاه في العربيه عشان يوصلها البيت. كوينتن دلوقتي بيكلمها عشان يطمن عليها عشان هو عارف اللي حصل لها في المدرسه، وقالت له ان هي بقت كويسه دلوقتي، واتفقوا ان هم هيبقوا يتقابلوا ويقعدوا مع بعض. بعد كده كوينتن راح لها البيت وقاعدين بيتفرجوا على فيلم سوا في التلفزيون، واختها الصغيره جت وقعدت تهزر معاه وكانت مبسوطه انه موجود. بس فجاه وهم قاعدين افتكر اخوه اللي مات وزعل، وفيدا اتكلمت معاه عشان بتحاول تطلعه من الحاله اللي هو فيها دلوقتي. قال لها هو هيبقى تمام مفيش حاجه، بس محتاج دلوقتي انه يروح البيت. بالليل قابلت ميا ونزلوا سوا وجابوا حاجه يشربوها وعمالين بيرقصوا في الشارع ومقضين وقت حلو عشان يطلعوا من الحاله بتاعت الزهق اللي كانوا فيها، وعمالين بيتصوروا وهم ماشيين. فيدا فضلت قاعده طول الليل مع مايا وباتت عندها، ولما صحت الصبح نزلت وروحت البيت، واول ما دخلت لقت عيلتها كلهم كانوا واقفين ومستنيينها عشان كانوا قلقانين عليها لان هي ما قالتش لحد خالص ان هي هتبات بره البيت. ولما سألوها انت كنت فين، فقالت لهم انا كنت قاعده مع نيك صاحبي، بس امها قالت لها ان نيك اتصل وما كانش يعرف مكانك فين، وفهموا ان هي بتكذب عليهم ومش راضيه تقول هي كانت بايته فين. وبعد كده قالت لهم ان هي مش قادره تتكلم وسابتهم وطلعت الاوضه بتاعتها. امها طلعت عشان تتكلم معاها وبتحاول تفهم منها هي كانت فين بالظبط، فقالت لها هو انت داخله علاقه مع حد وكنت بايته معاه؟ فيدا قالت لها لا انا مش عامله علاقه مع حد، وفهمتها ان هي كانت بايته مع ميا صاحبتها وشربوا خمر جامد وكانت سكرانه فما قدرتش ان هي تروح البيت. وامها لما سمعت الكلام ده قلت عليها اكتر لان شخصيتها اتغيرت من ساعه الحادثه اللي حصلت في المدرسه، وبقت بتعمل تصرفات مش مفهومه. نزلت وراحت عند نيك في البيت وكانت متضايقه منه عشان هو كلم مامتها، ولما كلمها عمل لها مشكله مع مامتها عشان خلاها تفهم ان هي ما كانتش قاعده معاه. قال لها طب اعمل ايه، ما انا كنت عاوز اطمن عليكي وانت قافله التليفون بتاعك وما بتكلمنيش، وانا قلقان عليكي من ساعه ما شفتك في المدرسه واقعه على الارض وكنت سكرانه جامد ومش في وعيك، فخفت احسن تكون عملت في نفسك حاجه. وقال لها ان عدى وقت جامد على الحادثه اللي كانت حصلت في المدرسه، وان هي المفروض تفوق لحياتها وتعيش بشكل طبيعي تاني، ومتضايق منها عشان هي بقت تقعد مع ميا كتير وميا حياتها ملخبطه وممكن تبوظ لها حياتها هي كمان. هو خايف عليها بس هي مش عاجبها الكلام اللي هو بيقوله، فشتمته وسابته ومشي. قبل كوينتن وقاعده معاه في العربيه وبتقول له ان الكلام اللي قاله نيك خلاها تتضايق، فقال لها بصي هو خايف عليكي وكلنا حياتنا اتلخبطت من ساعه اللي حصل في المدرسه، وممكن كمان يكون خايف اكتر منك بس بيحاول ما يبينش ده. فجاه وهم بيتكلموا قالت لكوينتن ان هي بتحبه وعاوزه ترتبط بيه، بس كوينتن زعلان على موت اخوه وقال انه مش جاهز لحاجه زي كده دلوقتي خالص. لما قال لها كده اتصدمت وقعدت تقول له معلش انا اسفه ان انا قلت لك الكلام ده، فقال لها انت ما قلتيش حاجه عشان تتاسفي عليها، وحاول يفهمها ان هو بس لسه مش مستعد لحاجه زي كده. بس هي زعلت جامد ونزلت من العربيه بسرعه وماشيه زعلانه وعماله تعيط عشان ما كانتش متخيله ان هو هيقول لها كده، وهي اصلا طول الوقت بتبقى قاعده زعلانه فمش مستحمله بقى حاجه جديده. وصلت البيت وقاعده لوحدها في الاوضه بتاعتها في الضلمه، واختها جت عشان تكلمها عشان هي زعلانه ان هي شايفاها كده وعاوزه تطلعها من الحاله اللي هي فيها دي. الصبح نزلت مع ابوها وقاعدين في مكان حلو كده وهادي عشان بيتكلموا سوا، وبيقول لها انه بيحبها قوي وعاوز يشوفها تبقى احسن واحده في الدنيا. هي دلوقتي راحت البيت عند ميا وعماله بتخبط على الباب بس ما بتفتحش، قلقت عليها وكان في باب تاني فدخلت منه ولقيتها نايمه سكرانه وكان مغمى عليها في الاوضه بتاعت الساونا. شالتها على طول وطلعتها الاوضه بتاعتها واطمنت عليها ان هي فاقت وبقت كويسه. فيدا بتقول لها انت عملت في نفسك ليه كده، فقالت لها عشان انت ما بقيتيش تحبيني وما بقيتيش عاوزه تقعدي معايا زي ما كنا بنعمل، وانت كمان بقيتي تسيبيني لوحدي. قالت لها لا انت فاهمه غلط، انا ما كلمتكيش اليومين اللي فاتوا عشان انا كمان كان مزاجي مش حلو خالص، واكيد انت فاهمه الحاله النفسيه اللي انا فيها، ودلوقتي لما شفتك في الحاله اللي انت فيها دي خليتيني اقلق واتخض عليكي. وخلاص بقى هي فهمت ان فيدا بتحبها ومفيش حاجه مزعلاها منها. وميا قالت لها من ساعه اللي حصل في المدرسه وهي قاعده في البيت عشان
كانت خايفة وما عندهاش استعداد ان هي تكلم الناس او تروح في اي حتة، بس خلاص بتفكر تروح المدرسة قريب. راحت عند الدكتورة بتاعتها والدكتورة سألتها هي حاسة بإيه دلوقتي عشان تفهم لو بقت كويسة ولا لأ، فقالت لها إن هي لسه على طول بتبقى قاعدة خايفة وزعلانة عشان مش مستوعبة إزاي واحد مسك مسدس وموت عدد كبير من زمايلها وما كانش فيه أي سبب إنه يعمل كده، والكلام ده حصل بسرعة كأنه حلم، وهي كان ممكن تبقى واحدة من الناس اللي ماتوا دول. فالموضوع ده ملخبط لها حياتها ومخليها عايشة في رعب. وقالت لها كمان إن هي شدت في الكلام مع نيك لما كانت عنده يعني وسابته ومشيت، ومن ساعتها ما بيتكلموش، وهي زعلانة دلوقتي إن هما ما بيتكلموش عشان كان قريب منها قوي. خلصت مع الدكتورة وروحت البيت وقالت لمامتها ما تزعلش منها عن أي حاجة عملتها قبل كده وممكن تكون اتضايقت منها، فمامتها قالت لها إن هي ما بتزعلش منها خالص وعاوزة تطمن عليها بس. تاني يوم هي كانت في المدرسة وفيدا واقفة بره مستنياها لما تخلص وتطلع لها، وقاعدة بتتكلم معاها شات على الموبايل وبتقول لها إن هي مستنياها. بس فجأة فيدا شافت في الأخبار على الموبايل بتاعها إن كان في حد تاني معاه مسدس ودخل المدرسة بتاعتها وموت 12 واحد من زمايلها. بصة في الموبايل ومش مصدقة إن الموضوع ده حصل تاني، وهي دلوقتي مرعوبة لأن ممكن صاحبتها ميا أو نيك يكونوا من الناس اللي ماتوا، ومن الخوف اللي هي فيه عمالة تعيط وطلعت تجري. وده كان ملخص فيلم ذا فول اوت. الفيلم نزل في 2021. هو في دراما جامد وبيتكلم عن حياة المراهقين والتغيرات الكتير اللي بتحصل لهم سواء في المدرسة أو في البيت، وإزاي بقى التغيرات اللي بتحصل لهم دي بتأثر على شخصيتهم على طول. مستني منك تعمل تعليق وتقول لي ايه رأيك في الفيلم وعجبك الملخص ده ولا ايه، ولو في اي فيلم او مسلسل عاوزني اعمل لك ليه ملخص قول لي عليه. حبيب قلبي اشوفك ان شاء الله في ملخص جديد، واحلى سلام عليك يا بشواتي.